تنبيه إخواني أخواتي، إذا رأيتم مقطع إعلاني مخالف للدين الإسلامي قوموا بكتم الصوت وإغلاق الإعلان، أو قوموا بإغلاق الفيديو وفتحه من جديد. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. السلام عليكم مشاهدي الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. فالفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقه تحضير هربل للمبتدئات، اللي تقدروا انكم توجدوه كوجبه عشاء اللي كيجي خفيف ولذيذ. بلا ما نطول عليكم وخليكم معايا باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. وبالنسبه للمقادير فغنحتاجو هنا الهربر، انا عندي هنا نص كيلو. بالنسبه للهربر انا عندي هذا ديال الشعير، كاين هربل ديال القمح وكاين ديال الشعير. هذا ديال الشعير كما كتشوفوا راه كيكون هو عباره عن حبات ديال الشعير اولا القمح اللي كيكونوا صاينين وكيكونوا مفسخين، كتكون محيده لهم ديك القشره الفوقانيه. صافي هنا من بعد ما غسلته ودرتو غنديرو هنا في طنجره الضغط، ولا ديروا غير في كاميله عاديه لانني ما كنسدش عليه، حيت ملي كنسدو عليه كيبقى يطلع داك الماء كيفيض لينا من الصفاره. يعني من الاحسن انكم ديروه تيطيب وما تسدوش عليه. صافي هنا اول حاجه غادي نضيف عليه الماء الكافي، يعني غادي نغطيه بالماء مزيان، لانه هو تيتطلب واحد الوقت كبير في الطياب وكيبغي يتحرك. صافي هنا غادي نضيف ليه واحد شويه ديال الزيت. انا ضفت ليه هنا شويه ديال زيت الزيتون باش الزيت الدور ديالها منها كتنسمو ومنها انه ما كيفيضش لينا، يعني باش ما يفيضش لينا ما كتخليش ديك الزيت باش يبدا يفيض رغم ذلك يعني خصنا ما نغطيوهش كله، خصنا نخليه واحد شويه عريان. اللي بغيت نقصد هو اننا غنخليو يعني الكوكوت منفسه شويه اولا الطنجره ما نسدوهاش كامله باش ما يفيضش لينا من الطنجره. وصافي من بعد ما تيطاب لينا الربر ديالنا وكينقص منه هذاك الماء، يعني كنحسوا به انه اختار، صافي كنضيفوا عليه الحليب. انا هنا ضفت عليه نص لتر، يعني نصف لتر من الحليب، وغادي نخليه واحد شويه حتى ينسجم لنا داك الحليب مع الربل، يعني يشرب لينا داك الحليب. غادي نغطيه غير هكا غير شويه، ما غاديش نغطيه كله، ومن بعد نرجع معكم في الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الهربل ديالنا، كيجي على هذا الشكل هذا. تنريحوه بشويه ديال العسل الحر اولا بشويه الزبده، صراحه كيجي مع المذاق ديال العسل. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وجربوه، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك فضلا وليس امرا، وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.